من خلال مشاركته في طوكيو بعد انتهاء المشاركة ومغادرته القرية الأولمبية. تعرفوا باللي اللجنة المنظمة بعد مغادرة كل وفد تكون هناك زيارة وكذلك رقابة لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية اللي تتقدر ب 250,000 ين ياباني.